الكلمة الآن ضيوفنا الكرام للمحتفى به ونجم هذا المساء وعيدنا الثاني في هذه الليلة، كلمة للملازم خالد بن فهد بن عبد الله بن جبر المدلشي بمناسبة احتفالنا بتكريمه، وهو يستحق التحية والتكريم والتقدير من الجميع، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أيها الحفل الكريم، أيها الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي واسم الشيخ عمي عبد الرحمن بن عبد الله بن جبر المدلشي وباسم آلات مدلج جميعا نرحب بكم أجمل ترحيب ونهنئ بكم، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ومن العائدين وكل عام وأنتم بخير. إن في الحياة لحظات لا تنسى، فالحياة بحلوها ومرها لابد أن يواكبها الشخص، وليعلم الجميع إن المستقبل غيب. احتفل وتحتفلون معي هذه الليلة وبمناسبة تخرجي من كلية الملك فهد الأمنية، والحمد والفضل لله عز وجل. وبهذه المناسبة أقدم مجموعة من باقات الشكر والعرفان، أولها لوالدي رحمه الله، مصحوبة بالدعوات الخالصة لوجهه بأن الله يسكنه فسيح جناته ويغفر له ويجعل قبره روضة من رياض الجنة. ففي حياة والدي كنت لا أحمل هما ولا غما، لأنني بعد الله مطمئن بوجود أب يدبر أموري. وبعد وفاة والدي رحمه الله وأنا في السن 17 من عمري بدأت الأحلام تتغير، لأنني أصبحت أنا المسؤول بعده عن الأسرة التي رحل وتركها رحمه الله، فكان لابد بتوفيق الله ألا أن تستمر الحياة ويستمر الطموح كما أراد والدي رحمة الله عليه. وثاني باقة الشكر أقدمها لعمي وشيخي الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن جبر المدلشي، شيخ قبيلة المدالشة من بني سليم، هذا الرجل والعضيد الذي لم يشعرني بفقد والدي، فقد كان لنا أب وأخ ومعلم أنار لنا الدروب وشجعنا على التعليم والمواصلة، وأن لا نحمل هم المستقبل، فهو في قدر الله والحمد لله على توفيقه. ثم باقة شكر لذلك الشيخ الكبير الغالي علي، الشيخ جدي عبد الله بن جبر المدلشي، على جميع ما عمله لنا وجميع ما وقفه معنا، التي لن تنسى وقفاته ولن تجهل، ونحن نحتفل بما وصلنا إليه. واشكر لكم ربعي آلات مدلش وجميع ربعنا وأقاربنا وأصحابنا من خارج القبيلة على كل ما لقيته منكم من حب ووفاء وتقدير وتكريم. فها نحن نعيش سويا أجمل اللحظات باجتماعنا بكم هذه الليلة بمناسبة التخرج، فشكر الله مسعاكم وتشريفكم بحضورنا لمشاركة حفلنا، وأرجو من الله عز وجل أن أكون خير ممثل لكم يا جماعتي وبناء عمومتي في خدمة ديني ووطني وفي حفظ أمن هذه الدولة التي أشكر لها ولولاة أمرنا حفظهم الله في إتاحة الفرصة لخدمة الدين ووطن من خلال هذا المجال. ثم أقول مبروك لآلات مدلش جميع، ومبروك خاص للبواردي خالد بن عوض المدلشي، ألف 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 مبروك. وفي الختام أجدد لكم الشكر والتقدير والترحيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.